اقول لحضرتك ال 33 سنه جرافيدا 3 بارا 2 بيشنت 38 اسبوع فلو لايك illness with pruritic vesicular lesion all over the body. طيب تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. انا عن نفسي متعود منين ما كلمه برورايتس بجري اشوف في الجستيشن ايد عشان نحط في دماغي الانترهيباتيك كوليستيزيس او السبعات، فلقيت 38 اسبوع. طيب انا اول سطر كده مشيني في سكه انترهيباتيك كوليستيزيس قولا واحدا. طيب ولكن فلو لايك النس ابتدى الكلام يتغير. طيب ليجن اول اوفر ذا بادي ابتدى الكلام يتغير. ماشي، هي بتاخد البالمنزول بتاخد الترانك والاكستريميتيز. شي جو انت سبنتينيوس ليبر وجابت ميري انفانت فيا فاجينال ديليفري، وبدأ كمان هذا الليجن beginning to heal and she felt well. ده ليجن. انت هنا بتتكلم في ايه؟ انت هنا بتتكلم في ايه؟ فاريسيلا تشيكن بوكس؟ اوكي، ما اقدرش اقول لك لا. طب سؤال، ليه ما قلتيش روبيلا؟ ليه ما قلتيش روبيلا؟ عشان هو ربطها لك مذر بفيتس؟ ليه ما قلتيش روبيلا؟ ريش اتشنج. طيب بص يا دكتور، فكره الراش عموما لو انا قلت لحضرتك ماكيولار راش يبقى روبيلا، سوري يبقى روبيلا. لو قلت لحضرتك ماكيولو بابيولار راش يبقى ميسلز. لو قلت لحضرتك ماكيولو بابيولار وبقى فيه فيزيكلز وهيل ليتر اون يبقى انا برمي في سكه تشيكن بوكس. وصلت؟ 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 انت شوف الرش اللي قايلها لك ده، هو بيوجهك، انت بتلاقي الكيس. بس هي الفكره، انا مش عايزك تحفظ اسئله، انا عايز حضرتك تبقى عارف السؤال احتمالاته ايه. تمام؟ مش هتوصل ده غير بليفل عالي جدا من الفهم والمذاكره والتكرار. 90 محاضره مع بعض بقى، ده احنا واحنا ورانا حاجه؟ قاعدين مع بعض سوف نبقى هنا يعني. يبقى انا يا فندم ما انا مغمض حاله 38 اسبوع بتهرش، يبقى ده انتر هيباتيك كوليستيزيس. هوب يا فندم قال لك اوترانك اكستريميتيز، برضه انتر هيباتيك كوليستيزيس. انا مستني يقول لي اليفيتد سيروم او اليفيتد بايل اسيد، ما قالش. وبعد كده قال لي لا ده عملت لك فيزيكال. شكرا فيزيكال، انت كده رمتني في حته ثانيه خالص. فيزيكولار ليجن، انا كده اي ويل جو فور تشيكن بوكس. ماكيولر روبيلا، ماكيولو بابيولر ميسلز. طيب هو صراحة ومشكورا قولا واحدا راح جاي فندم قايل لحضرتك كمان تعمل ايه للمذر انفيتس. يبقى انا كده مسكت اكتر في سكة ان الحالة ديت التشيكن بوكس. يا دكتور سؤال، سؤال، هو الفاريسيلا ده يا دكتور شهاب ده دي ان ايه فيروس ولا ار ان ايه فيروس؟ على بس كده يعني نرجع حبة في المايكرو اللي انا بعشقه يعني. ده دي ان ايه فيروس ولا ار ان ايه فيروس؟ دي ان ايه فيروس. طبعا. الانكيوبيشن بيريود بتاعه قد ايه؟ من 7 ايام ل 21 يوم، من من 10 اسبوع ل ل 3 21، من اسابيع. 10 ل من 21، 10 ل 21. طيب المهم عندي البيشنت از انفكشوس امتى؟ يومين قبل الراش لحد الكروستيشن. طيب سؤال، هو لو حضرتك يا فندم ليتر اون طلعت اميونوجلوبولينز هتلاقي في السؤال ده حرفيا قال لك هو ولد قبل اسبوع. هو كده بيرمي في سكه انه ولد قبل اسبوع، ولد 3 دايز. تمام يا بيه؟ كويس جدا.
فطالما هو ولد 3 دايز يبقى هو بيرمي في سكه ان لازم هذا الفيتس يادمنستريت اميونوجلوبولين يا دكتور. سؤال، هو حضرتك بتخاف من اللي تشيكن بوكس فيرست ترايمستر ولا سكند ترايمستر ولا ثيرد ترايمستر؟ فيرست. غلط. فيرست ليس لها صنف اللازمه ولا حتى تعمل مسكارج. من 28 ل 37 نيونيتال شينجلز زي ما الدكتوره رباب كده الله ينور عليها بتقول. يبقى يا فندم انا خايف على العيل ده، ويا سلام كمان ده حضرتك حاول تديلي الولاده نوت ديليد، يبقى كده حضرتك خدت الانفكشن من غير ما امه تديله الاميونوجلوبولين، فانت اجري تديله ادمنستريت فاريسيلا زيستر اميونوجلوبولين تو ذي بيبي يا دكتور. يلا نحل السؤال اللي بعده. 22 سنه جرافيدا 1 14 اسبوع بريزنت وذ هيستوري اوف ريسنت اكسبوجر تو هير 3 year old new في اند هاد روبيلا وهاد روبيلا فيرال انفكشن. طيب how should this patient counseled about which time period maternal infection with rubella virus carry the highest risk؟ فيرست. طبعا. يبقى يا فندم الفاريسيلا انت بتتكلم سوري الشيكن بوكس انت بتتكلم فيه سيرد. تمام يا فندم، انما روبيلا انت بتتكلم فيه الفيرست ترايمستر يا دكتور. سؤال، ايه الكونجينيتال روبيلا سندروم؟ ايه الكونجينيتال روبيلا سندروم؟ سمع بصر فؤاد بصيره بصائر. سمع بصر فؤاد بصيره بصائر. سمع قطع سمع ديفنس. بصر قطع. فؤاد قلب يعني بيتا انتدكتس ارتريوزس. بصيره مايكروكيفالي. بصائر منتال ريتاردد. يلا يا فندم، سمع بصر فؤاد بصيره بصائر. يلا يا ابني نخش السؤال اللي بعده. السؤال ده جميل. 22 يير اولد جرافيدا 1 13 اسبوع وبوزيتيف تيست فور جونوريا. كيف تعالج الجونوريا؟ يلا يا جماعه ننطلق. كيف تعالج الجونوريا؟ استبعد لي حاجه ما تنفعش مع الحمل الاول، ده رقم واحد. ده مبدئيا كده بعيد. طيب هل تدي ازيثروميسين ولا تدي ازيثروميسين وسيفتراكسون ولا سبكتاينوميسين يا دكتور؟ اسمع اراء الناس. في البريجنانت اريثرومايسين. بص يا فندم، سيفتراكسون 1 جرام. سيفتراكسون 1 جرام ما عادش 250. ده الابديت الجديد يا دكتور. ما عادش 250، ممكن يجيب لك 250 وواحد، لا خليك في الواحد. ده رقم واحد. لا ما انا مش عايز اللي في الكتاب يا دكتور، مش عايز اللي في الكتاب، اصبر عليا عشان في هنا ابديت. ده ممكن ياخد راس السؤال ده يا دكتوره رباب ويقول لحضرتك طب سيفتراكسون 1 جرام ولا 250؟ طب الازيثروميسين 1 جرام ولا يعمل تغير في الدوزس يا دكتوره؟ فصبرك عليا لان انا هنا مش مهم بالنسبه لي خالص الاختيارات. اعتبر الاختيار ده اصلا كلها مش دقيقه لان في ابديتس. طيب بص يا فندم، فكره الجونوريه عموما انك لازم تديني سيفتراكسون 1 جرام وازيثروميسين هاي دوز. تمام يا فندم، كويس جدا. طيب امال ايه السبكتاينومايسين ده يا دكاتره؟ حد يقدر يقول لي ايه هو او بديه امتى؟ عندي عائله من النياسيريا اسمها الكينولون ريزيستنت نياسيريا جونوريا، ودي مكانها في يو اس اي والمكسيك. تمام يا فندم، فبتريسبوند للسبكتاينومايسين. اوكي. طيب سؤال، لو حاله هتستخدم، سؤال برضو شفته هنقوله في الجاينا، لو حاله هتستخدم ازيثروميسين بعد اذن حضرتك، حاله هتستخدم ازيثروميسين بعد اذن حضرتك، سؤال، تقعد قد ايه وزود سيكشوال انتركورس؟
اسبوع على الاقل. لو ازيثروميسين اونلي اسبوع على الاقل يا دكتور. كويس جدا. ده تقريبا احنا قلنا الحاجات اللي ريليتد للجونوريا. طبعا الجونوريا ان اي اي تي، تمام، نيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست، وهنتكلم عنه بالتفصيل في الجاينا ان شاء الله. 22 year old جرافيدا 1 بارا بيشنت 22 اسبوع، نيو اونست فيفر ميليز ليمفادينوباثي، وعندها توكسوبلازما. وانس قلت توكسوبلازما انت بتتكلم على، حد يجاوب؟ قطط، كات. هل لازم؟ لا، بس هي الموست كومن هوست. اوكي كويس جدا، هي زي ديفينيتيف هوست. اوكي كويس قوي. طب التوكسوبلازما ده ايه؟ اتس بارازايت يا دكتور، بيتنقل من الاندر كوكد ميت، مش لازم قطط خالص، ولكن هي الاكثر انجيشن اوف الاكسكريتد فيكال ماتر بتاعت الكاتس يا دكتور. تمام يا دكتوره اخيرا يا دكتوره سميه جاوبتي، لا اله الا الله. دكتوره سميه عشان مربيه قطه بس مذاكره الدرس ده. طيب عشان ما اضيعش وقت فيها قوي، هسيب السؤال ده وهبدا ادخل في حاجه تانية اظرف واهم. What is the highest rate of transmission of toxoplasma from mother to fetus during any trimester? What is the highest rate? third trimester. الهايست ريت third. طب what is the serious time of transmission؟ يبقى هي مين اللي بتتنقل؟ في الثيرد. السيريس بتاعها ملي في الفيرست. فلو ضربنا الاثنين في الخلاط، اخطر انفكشن اللي هتبقى في السكند. اتفهمت؟ 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 على فكره هي نسبه انها تتنقل قبل 4 اسابيع اقل من 1%، تتنقل قبل 13 اسبوع 4% ب 15% من الحالات. انما يا فندم اكتر من 60% بعد 36 اسبوع. فانا عندي هاي ريسك او هاي سيفيريتي في الفيرست، وهاي ريت اوف ترانسميشن في السيرد. فلو ضربت الاثنين في الخلاط، اكتر وقت انا خايف عليك فيه السكند. ده سؤال ام سي كيو على فكره في التوكس. اوكي طيب كويس جدا. يلا 17 year old جرافيدا 1 بارا او بيشنت 22 اسبوع، present to the emergency department with 3 days history of nausea and vomiting, abdominal pain, والبين located along the middle upper right side رايح للابنسايتس. اوكي elevated body temperature، وانا عندي افدم جرافيد نون تندر يوترس عشان استبعد لك خالص فكره البلاسنتال ابربشن او السيبريشن. right sided abdominal tenderness. How does pregnancy alter diagnose and treatment؟ يعني ايه اللي يختلف في الابنسايتس على غير الابنسايتس؟ طيب انا خدت راس السؤال، وده اللي احنا هنعتمده دائما وابدا كوسيله في الكورس بتاعنا. انا مش بحل معاك سؤال، ده انا طالما جيت للابندسايتس، طب يلا نقول ال5 6 اسئله الابندسايتس اللي احنا صادفناهم قبل كده في الار سي او جي وفي الامتحانات وفي الريكولز وفي البورد وفي التنافسي. اول سؤال، الريسك اوف فيتال لوس. وات از ذا ريسك اوف فيتال لوس؟ الريسك اوف فيتال لوس عند حضرتك 5%، ولكن لو حصل بيرفوريتد ابندكس الريسك هنا بيصير كام؟ حد عارف؟ 36%. يبقى يا فندم الحالة ديت once suspected appendicitis تحب تفتحها في السكند ترايمستر ولا في الثيرد؟ الله على الغلطة اللي أنا الله 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 الله، جميل جميل جميل. 4 غلطوا نفس الغلطة، لذلك بيجيبها لك سؤال امتحان، لأنه عارف إن أنت متعود إن أي عملية يا دكتور في السكند ترايمستر.
هو فعلا عارف السؤال ده وعارف انك هتغلط الغلطه دي. سكند ايه وفيرست ايه ما وثيرد افتحها ايه وقت ايه ما تشرح. النتيجه؟ وانس جت افتح، وانس جت افتح انت. طيب فتحتها لقيتها نوت انفليمد، اشيلها ولا اسيبها؟ شيلها، ما تهزرش. طب افتح لونجيتودينال ولا ترانزفيرس؟ ترانزفيرس. تمام، يلا قلنا كل اسئله الابندسايتس. تمام كويس قوي. قال سؤال، هو التشخيص بتاع الابندسايتس الفيرست تولو في تشويس الترا ساوند، اكس راي، ام ار اي، سي تي؟ الترا ساوند. الترا ساوند يلي يلي سيتي. ام ار اي يلي سي تي. يا دكتور كويس جدا. يلي خلاص ما عادش فيه. طيب الناس اللي عماله تقول كلينيكال احييك بشده، بس انت ما خدتش بالك انا قلت ايه. ما خدتش بالك انا قلت ايه. انا قلت سيتي الفيرست كونترا انديكاتد. تول، سيتي الفيرست تول اوف تشويس، ما قلتش الفيرست ستيب. وصلت؟ وصلت؟ ركز، السؤال جاي لك ايه، الانيشال مانجر ولا البيست مانجر؟ وصلت؟ اوكي تمام كويس قوي. عجبني غلطه السكند ترايمستر دي، بسطتني قوي. اوكي طيب، يبقى يا فندم طبعا السي تي ده ليست وان تو بي يوزد، ما قلتش لا. طبعا سي تي سوري الترا ساوند فلما يكن في ام ار اي يا دكتور. طبعا الانسيدنس ان تشينجد في البريجننس عن غير البريجننت يا دكتور. والتشخيص بيبقى صعب لان بيحصل لها ابورد ديسبيسمنت مع الحمل. كويس كده يا جماعه دكتور نمثل. ممكن تعيد السؤال مال الترا ساوند؟ حاضر يا دكتور رسول. هو ايه اول حاجه نعملها؟ الترا ساوند، حاجه اسمها كومبريسنج الترا ساوند. تكه كده، هاتوا يا باشا كده اضغطي كده يا دكتور. تمام. وطبعا التشخيص صعب يا فندم لان هو بتبقى ديسبليد ابورد. اوكي كويس. لا بي ايه يا فندم؟ لا مش بي. بي ليه؟ بي ليه؟ بي ليه؟ شيرجيكال شوت بي تليد يا شيخ اتق الله. امال انا عمال اقول ايه من ساعتها؟ انا بقول لحضرتك ما تتاخريش، بقول لحضرتك يا فندم العيل هيموت والريسك اوف فيتال لوس 5%، انما لو بيرفوريتد وكومبليكيتد هيوصل 36%. فما ينفعش انك تتعامل ان اي عمليه جراحيه تكون سكند ترايمستر. لا طبعا. الاختيار هو ان الانسيدنس ما بيختلفش في الحمل من غيره. يلا 38 year old gravida 2 para 1 patient present at 8-week gestation and report an history of 7 years ago during first pregnancy she was كان عندها pulmonary embolism. اذا دي حاله دي في تي with pregnancy يا دكتور. يلا اما نراجع الريسك اسسمنت تولز. يلا يلا اما نراجع الريسك اسسمنت تولز. ايه رايكم؟ مين يلا حافظ معايا يقدر يراجع؟ يلا نراجع. يلا نراجع. حد يراجع معايا ريسك اسسمنت تول؟ يلا حد يراجع يلا بالسكور. اراجع انا. سامحكم الله، لكن كنت اتمنى وانتظر ان حد يكبر بخاطري، ولكن للاسف لم اجد احد ليكبر بخاطري، كلكم كسرتم في بخاطري. سكور 4 وسكور 3 لو هي يلا يا فندم انطلقي. اوبيسيتي، ده في حد بيقول اوبيسيتي، في حد بادئ باوبيسيتي. هو الدرس اسمه في تي اي عشان تفتكر حاجتين. الفي دي تفكرك بحاجتين، وزاوت تاخد 4، ويز ويز تاخد 3. 3. التي تفكرك بالثرومبوفيلياس فاكتور 5 ميوتيشن بقى، بروتين سي بروتين سي، ديفيشنسي، بروتين بروتين اس اس، ديفيشنسي، كونجنتال بروثرومبين جين اكوير. ميوتيشن، كل ده ب3. الاي النس موميت، اختار لي حاجه محترمه. سيكل سيل نفروتك، سيستميك دايابيت. لوبس
نفروتيك كاردياك inflammatory bowel. 3. الكلام ده لما تقوله تاخد سقف الدرجة، أعلى حاجة في الدرجة سقف الدرجة. الاس سموكر تاخد 1. age الايج تاخد 1 لو أكتر من 35. 35. أحسنتي. كروس فاريكوز فين ب1، فاميلي هيستوري ب1، وما تنساش اوزن الحالة، لأن لو أكتر هي من أكتر 40. من 30 أكتر من 40 1. 2 1. مين اللي بتجاوب الكلام الحلو ده؟ دكتورة إيمان كورس اه الليدري، بحييكي بشدة، جزاك الله خير، أحسنتي. رفعت طولت راسي بقت زي الزرافة، الله يبارك لك. تمام. دكتور امتى نفتحها؟ immediate. تفتح لسه في حد بيسالني في الابنسايتس، افتحها immediate طبعا، انت هتستنى ايه؟ اوكي كويس جدا. الاو اتش دبل اس يا دكتوره ايمان بكام؟ ب4. ولكن first trimester وهي في فيرست ترايمستر اونلي، احييكي بشده. طيب يلا خلاص، يعني ده يبقى دي حاله يا فندم. خلاص لو حاله خدت سكور 4 هتعملي معايا يا دكتوره ايمان؟ thromboprophylactis من first trimester لحد 6 weeks post فيرست birth ترايمستر ولا فيرست داي؟ from first trimester. فيرست داي first day. تمام. لحد 6 ما اسابيع من أول يوم بوست حمل يعني لحد 6 أسابيع بوست بارت. بوست نيتال، او 3 28 6 بوست نيتال. تمام يا فندم. تمام. لو 1 2 لا، وبوست نيتال بتاخد بوست 10 نيتر 10 أيام بس. ايام. خلاص احنا جمعناهم كلهم مره واحده، ويعني رجعنا الدرس بصوره سريعه متعجله يا ساده. كويس جدا 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 جدا. تعالوا نقرا السؤال بسرعه. 38 year old gravid 2 bar 1 patient present at 8 weeks gestation, report history of pulmonary embolism 7 years ago during her first pregnancy. She was treated with IV heparin during her pregnancy and had a healthy vaginal delivery. Postpartum she was treated with several months of oral warfarin. يا دكتور طب ما ليه ما نديش وارفرين في الحاله دي يا دكتور؟ ليه ما نديش وارفرين في الحاله دي؟ هو في المخطط موجود بتاع ار سي او جي، وفي اللي انا كاتبه في كتابي. انا كاتبه في كتابي اسهل شويه. عينيا الاثنين. حاضر حاضر عينيا عينيا. تمام هجيبهم من مخطط الار سي او جي يا دكتوره رباب. عينيا حاضر. اخلص بس القصه اللي حتى اللي بنتكلم فيها دي. ليه ما اجيبش وارفرين يا دكتوره رباب؟ ليه ما اديش وارفرين هنا؟ وارفرين فيرست تريمستر؟ انت بتهزر. وات از ذا كومبليكيشن اوف وارفرين؟ سؤال ام سي كيو متكرر. يلا حد يفكرني. الوور، الحرب، حرب اكتوبر المجيده سنه 1972 مش 73. الاعداد ليها بدا 72 10 9 7 2. فيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور. الاف مالناش دعوه بيه دلوقتي. طبعا الوورد فيها كيل، فانت بتعتمد على الفيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور. ايه تفكرك بالاجينيسيس اوف كوربس كالوزم والستيبلد ابيفيسيس. طب ما تقولي باقي هم يا دكتوره رباب يلا. اجينيسيس اوف كوربس كالوزم، نيزل هايبوبليزيا، ستيبلد ابيفيسيس يا دكتور. دول الثلاث حاجات اللي مشهورين اللي بتيجي جدا جدا بيتكرروا بشده في الام سي كيو، خصوصا النيزل هايبوبليزيا يا دكتور بتيجي كتير في الام سي كيو. دي من ضمن الديفرنشال دايجنوزس اوف هايبوبلاستيك نوز. حد عارف ايه تاني معاها هايبوبلاستيك نوز في الحمل؟ مين تاني معاه هايبوبلاستيك نوز في الحمل؟ حد عارف؟ تمام فعلا. وده من ضمن السوفت ماركرز يا دكتوره تيسير. ده من ضمن السوفت ماركرز. اوكي طيب كويس نكمل. سؤال جميل سؤال جميل سؤال جميل سؤال جميل. 29 سنة جرافيدا 3 بارا 2 33 أسبوع. بريزنت تو ذا emergency department 24 ساعة acute abdominal pain. أنا عن نفسي لما هاجي أعمل ماركر هنا كده اللي حصل يعني في ال 24 ساعة دول. طيب هذا البين radiating to epigastrium. والله أنا ممكن أدخل معاك داخل البريكلامسيا.
ممكن اعتبر داخل البريكلامسيا سبيشال لحد 33 اسبوع ثيرد ترايمستر. طيب she report not eat or had a bowel movement decrease bowel movement. ده مش بريكلامسيا. she had no medical problems قفلها لك تماما، خلاك تستبعد البريكلامسيا. on examination ضغطها 170 the patient appear acute ill و is lying on the bed with her knee drawn up. واخده وضع الني قلبه كده يا دكتور. حد عارف ده بتاع ايه؟ الني قلبه ده عموما دكاتره البطن حتى لما يلاقوا عيان يقول لك انا ما بفتحش، هو في هنا كانسر هيد بنكرياس، في مشكله بنكرياس. بنكرياس اوكي. طيب يبقى اللي انا علمت لحضرتك عليه ده هو الريسك فاكتور اللي تشخص بيه حاله البنكرياس. ثيرد ترايمستر ده رقم 1. اكيوت اونست بين ده رقم 2. كريتيكال ال ديكريز باول موفمنت. هذه العيانه في الغالب فري، ما عندهاش حاجه تانية، او حتى هو مش هيلخبطك ويديها سكه هايبرتنشن. على فكره الدخله دي حرفيا لو حطيت لك ان العيانه ده هي هايبوجلايسيميك يا دكتور والكترولايت ديستربنس، انا خليت الحلقه ايه؟ حد يجاوب. ليك ايه؟ لا الله يكرمك يا شيخ والله. مين اللي جاوب دي؟ مين اللي جاوب دي؟ اكيوت فاتي ليفر. مين اللي قال؟ اكيوت فاتي ليفر. عم الدكتور ناصر يا باشا. كورس النظري طولت رقبتي خليتها قد الزرافه، الله يبارك لك يا باشا. تسلم يا دكتور ناصر. كورس النظري يا باشا فاتي ليفر طبعا طبعا طبعا. طب نكمل مع بعض يا عم الدكتور ناصر. سؤال what is the initial، ركز في الكلمه what is the initial management. كوريكت الهايبوغلايسيميا. كوريكت الهايبوغلايسيميا، الله ينور. ها وكوريكت الالكترولايت الهيمو كونسنتريشن، ثم MBO ولد الحاله. مفيش ام بي او هنا خالص. الدكتوره بتقول ام بي او ما ياخدش معايا كورس نظري. مفيش ام بي او هنا. ايه قصه ايه لازمه الام بي او معايا؟ ملوش قيمه معايا دلوقتي. هو السؤال هيجي لك حاجه من الاثنين يا دكتوره، زي ما عم الدكتور ناصر بيقول كده، يا انيشيال يا بيست. انت شوف السؤال جاي لك ازاي، اوعى تتسرع. المعظم هيخش ترمينيشن. طب افرض هو قال لك انيشيال، طب يا فندم مش هتعمل ترمينيشن؟ لا، هو عايز انيشيال قبل ما تولد يا دكتور ناصر. ظبط لي الهايبوجلايسيميا بعد اذنك، لان الحاله دي لو ولدت ودخلت هايبوجلايسيميا ونايمه جنرال ممكن تنام ما تقومش او تقوم ببرين انسلت. الله ينور يا دكتور ناصر، احسنت يا باشا، انبسطت الصراحه. كويس جدا 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 جدا. لحد هنا حد عنده مشكله من سيادتكم؟ حد عايز نقول تاني يا دكاتره؟ Recording in progress. حاضر يا دكتور عبد الرؤوف عيوني. دكتور عبد الرؤوف، انت بتتكلم في الاكيوت فاتي ليفر ولا في البنكرياتايتس؟ ايه فيهم يا فندم؟ طيب استأذن حضرتك 10 دقايق وهنحل 6 اسئله اكيوت فاتي ليفر ورا بعض. ممكن كذلك الدكتوره اللي طلبت مني برضو سؤال اللي طلبت مني برضو سؤال الريسك اسسمنت بتاع الفي تي اي، مش ناسيه. طيب نرجع تاني للبنكرياتايتس لانه مهم. يلا يا دكتور، قلت لحضرتك حاله بنكرياتايتس. كيف تشخص البنكرياتايتس يا صديقي؟ واعلم اخي في الله
أن تشخيص البنكرياتيتس متوقف على أمور 2 من 3. رقم 1 كلينيكال، الحاجات اللي أنا عمال أقولها كلها. رقم 2 elevated amylase، يكون 3 مرات النورمال فأكتر، عشان لازم تعرف إن الأميليز لحد 50 اتس نورمال، ده بتلاقيه أكتر من 150. هنا مثلا في الحالة دي قاله لك 200 تقريبا أنا فاكر، أو إيه، أو 180. رقم رقم 3 يا دكتور، ثانية واحدة. طيب رقم 3 يا فندم الايمجنج، يجي بالسونار بقى يقول لك في صورة السونار يا بيه. طيب هو اسمه ايه؟ اسمه بانكرياتيتس. افتح شيشه كده جميله قوي. البي، تفتكر ان البي او 2 ديكريزد اقل من 8 بار. في الغالب سنها كبير الايدج. النيوتروفيل بتزيد شويه. تمام. في وجود هيمو كونسنتريشن، يبقى دي البي والاي والان. السي ده يا فندم تفكرك بالكالسيوم، هنا الكالسيوم اقل من 2 ملي مول. اليو، سوري، الار بنكرياس، اي اي اس يا دكتور، بنكرياس. تمام. الار تفكرك يا صديقي باليوريا، هنا اليوريا 16، اكتر من 16 دكتور، اليوريا عاليه. الانزيمز اللاكتيت دي هيدروجينيز والاميليز انكريز. الالبيومين ديكريزد، والجلوكوز عالي، الشجر جلوكوز عالي. تمام يا بيه. نفس الحاله ده هي، لو عايز ارميها لك يا عم الدكتور عبد الرؤوف، اكيوت فاتي ليفر اخليها لك هايبوجلايسيميا. طيب كويس، نكمل. 18 year old جرافيدا 1 بيشنت 15 اسبوع اسيمتوماتيك بكتيريوريا. يلا يا جماعه حد ينطلق في الاسيمتوماتيك بكتيريوريا بعد اذن معاليكم. كلشر. ايه الكلام اللي مش حلو ده؟ ده كلام مش حلو، ده كلام. يلا يا جماعه اسيمتوماتيك بكتيريوريا، يلا يلا بسرعه. دون ات فيرست انتينيتال فيزيت. اسيمتوماتيك بكتيريوريا 1 في 10 اس 5 يا دكتور. لو حضرتك هتجيب العينه كلين كاتش ديورين يا فندم ميد ستريم، طبعا ما ينفعش اجيبها فيرست فويدد. ممكن اجيب لك سؤال ام سي كيو، الناس بتوع التنافسي ركز معايا. اقول لحضرتك وات از ذا بيست ميثود تو ديكريس كونتامينيشن، تعمل ايه؟ سوبرابيوبيك. سوبر. سؤال، هل هذه الميثود ريلايبل؟ لا، اتس امبراكتيكال. امبراكتيكال. تمام يا فندم. يبقى لو هو بيسألك افضل طريقة ولا بيسألك الموست ابروبريت، موست ابروبريت الميد ستريم يورين. وصلت يا بيه؟ وصلت يا جماعة؟ ركز، سؤالك جاي ايه؟ انا بقول لك ميد ستريم، ولا بقول لك يا فندم موست ابروبريت، ولا الانيشال ستيب، ولا يا فندم البيست مانج؟ بغض النظر. طيب الاسيمتوماتيك بكتيريوريا نسبتها كام مع الحمل يا دكاتره؟ بسرعه يلا نجيب اسئله الاسيمتوماتيك بكتيريوريا بسرعه، وان كنا هنجي لها كمان شويه. حد يفكرني، اسيمتوماتيك بكتيريوريا الانسيدنس، ثانيه واحده. 2%. 25% منهم ويل ديفلوبد سيستايتس، بتشخصها 1 في 10 أس 5. سؤال، يلا اختار مين اختار مين اختار مين اختار مين اختار مين؟ يلا يا دكتوره بسنت، دكتوره بسنت يسري، ودكتوره علا القيسي، ودكتوره آية، ودكتوره رسل. الناس اللي انا نسيت اساميها تفتح مايك.
What is the best line for management؟ ايه رايك يا دكتوره رسول؟ افضل انتي بيوتيك ايه؟ يا دكتوره رسول what is the best line؟ افضل انتي بيوتيك. أمبيسلين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عارفه يا دكتوره انت لو بتاخدي معايا كورس كنت قلت لك الدعاء المشهور او الدعاء المأثور. ايه الدعاء المأثور يا دكاتره؟ زوج الله زوجك يا دكتور. الله زوجك. زوج الله زوجك يا دكتور. يا فندم، يا اما الترايميثوبريم يا اما النيتروفرانتوين. سؤال يعني هتختار ترايميثوبريم ولا الاثنين؟ طب لو جاب لك الاثنين في الاختيارات تستبعد مين؟ دي 15 ويك جستيشن هنستبعد الترايمي سوبريم. تمام. ليه يا فندم؟ الترايمي سوبريم كونتر انديكيتد الفيرست ترايمستر. مش كنت يا دكتورة آية موسى، دكتورة آية الزرقاء ولا مين؟ وليه ديهيدروجينيز ودكتيز يعني اندوميثابرين. اوكي، ما اختلفتش طبعا. هو في اسئله اختار ليزر. الترايميثوبريم. أيوة. اي مصحف لا البرتقاني تاني. هتختاروا الترايميثوبريم ولا هتختاروا النيتروفرانتوين؟ هختار الترايميثوبريم في الMCQ، حضرتك قلت كده. تمام. تمام، الله يكرم حضرتك يا فندم. لو جاب لي الثلاثه اختار التوا واستبعد النيتروفرانتوين لانه له في حاجات بوتنشال سايد افكتس. هل هي استابلشد؟ لا. هل هو كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ لا. لذلك يا فندم ممكن يقول لي في الاختيارات واختاره، مش هقول لك لا. تمام يا فندم. انما لو الترايميثوبريم مع النيتروفرانتوين لا طبعا الترايميثوبريم يا دكتور. طيب السكند لاين جنتامايسين يا دكتور. هو الترايميثوبريم ده اللي هو السبتازول؟ لا بلاش اسامه تجاريه بقى يا باشا، الدرج اي وانطلق. اسال حضرتك سؤال يا فندم. What is the most common organism مع الاسيمتوماتيك بكتيريوريا؟ الايكولاي. طبعا ايكولاي طبعا، يعني طبعا. ده كتاب البري تيست يا جماعه على فكره. يلا. عيانه 20 اسبوع جرافيدا 1 بيشنت 18 ويك جيستيشن is hospitalized for intravenous antibiotic for the treatment of acute pyelonephritis. She developed shortness of breath, tachypnea, decrease autosaturation. يبقى دي عيانه فيها respiratory disorder. تمام. shortness of breathing, tachypnea, decrease oxygen saturation, chest x-ray reveal pulmonary infiltrates وفيها pulmonary edema. هو انا كده ده ايه؟ خد بالك هو ادالك كلمه قال لك اكيوت بيولونيفرايتس. دكتور كيف تفرق بين السيستايتس والبيولونيفرايتس؟ بالجنرال فيفر. الفيفر. سيستايتس اوت بيشنت. سيستايتس حضرتك. بيولونيفرايتس دكتور الجراحه ابتو عنايه. الحاله دي يا فندم بيولونيفرايتس، وفي الغالب طالما بدات تخش في ريسبيراتوري سيمتومز دي دخلت في SIRS. تمام يا فندم، دخلت في اميون ريسبونس. تمام يا دكتور، او سيستميك انفلاماتوري ريسبونس. سؤال، ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان في الغالب ده جرام نيجاتيف اورجانيزم بيطلع اندوتوكسين. هذا الاندوتوكسين يا فندم بيأكتيفيت عند حضرتك البراديكاينين والسيروتونين والهستامين وخلافه، يدخل حضرتك في التاكيبنيا والديكريس اكسجين ساتوريشن يا صديقي. البلمونري انفلتريت ده شغل الايه يا فندم؟ ده شغل الاندوتوكسينز بتاع البكتيريا يا صديقي. طيب يلا سؤال جميل اهوت. 30 سنه جرافيدا 1 بارا او بيشنت at 6 weeks gestation. Her last ministerial period present for prenatal care. She has type 1 diabetes since the age of 14. She also report a history of nephropathy and proliferative retinopathy. حاجتين، nephropathy وproliferative retinopathy. Her blood pressure is normal. السؤال ده مهم وهجيب كتاب النظري دلوقتي عشان عايز اراجع تاني الدايابيتس بسرعه. She is concerned about the effect of diabetes on her baby.
How should this patient be counseled about type 1 diabetes؟ هل ال DKA is a common complication كمان during الفيرست ترايمستر؟ ايه رأيك؟ فيرست ترايمستر صعب عشان الهايبر ايميسيس. اعترض. بص يا فندم، هو قال لك دايابيتك، عارف لو قال لي كيتو اسيدوزس هايبر ايميسيس وصلت؟ يبقى دايابيتك كيتو اسيدوزس لا، استبعدها لي بعد اذن حضرتك. لا، ممكن سيرد ترايمستر اوكي بقى، عشان يا فندم تطلع البلاسينتا الهرمون الاستروجين والبروجستيرون والمرسيتا اللاكتوجين وننطلق في هذه القصه يعني. المشكلة عندنا هنا البروليفراتيف ريتينوباثي هو ثانيه المشكلة. واحده بس، انا مش عايز احل السؤال، انا عايز اراجع الدايابيتس كله بالمره. She don't have any increased risk of preeclampsia if her blood pressure is normal. لا طبعا يا فندم، وانس هذه الحالة عندها يا دكتور، عندها يا دكتور دايابيتس، فعندها فاسكولوباثي، فعندك اصلا 25% اسوسيه مع بريكلامسيا، في هنا increased risk. proliferative retinopathy and nephropathy should be expected to improve. يا راجل ده البريجننسي is diabetogenic state. اوكي. glycosylated hemoglobin A1C are poor predictor. لا اعترض، اتس ا فيري جود بريدكتور، انا بعتمده وببوست بون البريجننس لحد ما بوصل لاقل من 6.5. لو هو 10 فريسك اوف كونجينيتال فيتال مالفورميشن بتوصل ل 25%، لو هو 12 فاكتر فيري هاي ريسك اوف كونجينيتال فيتال مال فورميشن. ادي كده كل اسئله الهيموجلوبين A1C. سؤال، ايه الحاله اللي مش هعتمد على الهيموجلوبين A1C وهي دايابيتك بري بريجنانت؟ لما تكون فيرست دايجنوزس بريفيا بالانتينيتال كير. هيستوري سؤال صعب للدايبيتس. والله، وقلته في كورس النظري. في حاله، ايوه الله عليك يا شيخ، الله عليك، احسنتي. سيكل سيل ثلاسيميا، حاله نقل دم، سبيشال ثلاسيميا، سوري سيكل سيل، احييكي. طب فاكره كنا بنعتمد ماركر اسمه ايه؟ فاكره؟ لكم اتمنى ان الفركتوز. تتذكري ايه؟ فركتوز. فركتوزامين. تسلمي، الله ينور على حضرتك، احسنتي احسنتي، فركتوزامين. مين شيء جميل ان الناس اللي بتاخد معايا كورس النظري هي اللي جاوبت، والله العظيم بتحسسوني ان انا المجهود اللي بنبذله له قيمه، الحمد لله. طيب يلا، الشيء بالشيء يذكر.